نرجع وياكم الأحداث الحلقة 25 من مسلسل حمدية. والأحداث بعد اللي صارت بالحلقة الماضية وصلت لمرحلة خطيرة بعد المواجهة القاسية اللي حدثت بين حمدية ومحمد، وانكشفت مشاعر محمد اللي ما كان أحد يتوقعها، وتركت حمدية بصدمة كبيرة وخوفه من اللي ممكن يصير بعدها. وبنفس الوقت عرض الزواج اللي اجى الحمدية من سعدي أبو ستار بعد مطروح، لكن كلام اللي سمعته حمدية عن ماضيه خلى قلبها مليان شك وخوف. اما فريدة فبدأت خطوة جديدة بحياتها بعد ما قررت تفتح المطعم مع كريم وانعام، لكن النجاح دائما يجيب وياه الحسد والمشاكل. ويبقى السؤال، هل ستقبل حمدية بالزواج من سعدي حتى تأمن على مستقبل بنتها شذا؟ وماذا سيفعل محمد بعد ما رفضته حمدية وجرحت مشاعره؟ أحداث نارية ومفاجآت غير متوقعة، هذا ما سنشاهده في الحلقة 25 من مسلسل حمدية. تبدأ الحلقة 25 من مسلسل حمدية بعد اللي صار بالحلقة الماضية. محمد يبقى واقف عند باب غرفة حمدية ويباوع من الشباك، وحمدية تفتح الباب فجأة وتشوفه وتقول له بغضب: مو عيب تباوع من الشباك؟ ومحمد هنا يعترف لأول مرة ويقولها بصراحة: أنا أحبك وما راح أخليك تتزوجين. لكن حمدية تحاول توقفه عند حده وتقول له: أنت مثل أخوي الصغير وأنا أختك الكبيرة وأدري بيك جاية الشاقة. محمد يطلب منها تغمض عيونها، ولما حمدية تغمض عيونها يحاول محمد يتقرب منها، لكن المفاجأة حمدية تسطره براجدي قوي تفرمت بيه حياته. ومحمد هنا يعصب ويتوعد ويقلها: إذا ما ندمتك يا خدامة راح أخلي أمي أطردك من البيت وتصيرين دايحة بالشوارع. بسيطة. ويطلع محمد من الغرفة ضايج ومعصب، وحمدية تبقى واحدة تفكر وتقول بينها وبين نفسها: أوف يا سعدي، إيش سوت بيه؟ وش حال مرت خالي هسه؟ وش حال كرومي؟ ويبقى عقلها مشتت. إذا تزوجت يمكن الحرب توقف ويرجع سعدي ابن رضا من إيران، وإذا ما تزوجت يمكن الحرب ما توقف وراح أخسر من الطرفين. نروح المشهد الثاني. فريدة وكريم بدأوا يشتغلون بالمطعم الجديد، وفريدة تقول لكريم: اليوم خالك راح يجيب فلوسك من النصابة أم سارة وبنتها. لكن كريم يرد ويقول لها: خلي يعوفهم. وفريدة تستغرب وتسأله وتقول له: بس لا بعدك تحب بنتها؟ وكريم يرد عليها ويقول لها: لا أصلا كرهتها. واضح إنه جرح كريم بعد جديد. بعدها حمدية وأم محمد يقررون يطلعون للسوق، لكن بالبيت محمد بعد ما طلعت حمدية ويا أمه يدخل الغرفة حمدية ويلزم دشداشة حمدية ويشمها ويقول بصوت ناصي: أحبك حمامة. واضح إنه محمد بدأ يفقد السيطرة على مشاعره. وبالسوق حمدية وأم محمد يدخلون المحل أم سارة، وبنفس اللحظة الخال فاضل يجي وراهم للمحل حتى يطالب بفلوس كريم. لكن قبل ما يوصل لهم حمدية وأم محمد يطلعون من المحل، وبذيك اللحظة يفوت الخال ويفوت الالتقاء اللي بينه وبين حمدية، ويبقى التوتر عالي لأن مواجهة الخال مع أم سارة ممكن تقلب الأحداث رأسا على عقب. يفوت الخال فاضل على محل أم سارة ويقلها بعصبية: أني أبو كريم. وأم سارة تقول له: أهلا وسهلا، إيش رايد؟ لكن الخال يدخل بالموضوع مباشرة ويقلها: انطيني فلوس كريم. وأم سارة تتفاجأ وترد عليه بلهجة استغراب: فلوسه؟ شنو فلوسه؟ ماكو شيء. هنا الخال يفهم اللعبة ويقولها بعصبية: طبعا ماكو، لأنك مقشمرته ومطمعته ببنتك. وأم سارة ترد عليه وتقول له: أنا أنطي بنتي لواحد مهتلف؟ بنتي تاج راسك وراسه. والخال هنا يعصب ويقولها: هذا الحكي ما يمشي عليه، فلوسه ترجع ولا والله العظيم أكسر المحل على راسك. وهنا أم سارة تحاول تخوفه بنفس الأسلوب اللي خوفت بيه كرومي وتقول له: إذا ما تطلع هسه ألم عليك العالم. لكن الخال ما يتراجع ويقول بثقة: الظاهر انت ما تعرفيني، وعبالي كان فقير مثل كريم ونصبتي عليه واخذت فلوسه. اسمعيني كل الزين، حق كريم لازم يرجع. وهنا ام سارة تخاف من كلامه. هنا ام سارة تطلع شوية فلوس من عندها وتقول له: بس هذا اللي عندي. والخال ياخذ الفلوس ويقولها: هذا حق شهرين بس. ويقولها: بعدين اجي اخذ الفلوس كاملة وما يهمني منين تجيبينها، تداينين تنصبين على غيره، مو شغلي. وهنا ام سارة
تظل تتوسل بالخال وتقول له ما اقدر انطيني مهلة اسبوعين، لكن الخال يجاوبها بحزم ويقول لها حدك اسبوع، واذا ما دبرتين لا تلومين الا نفسك. ويطلع الخال من المحل وتبقى مسارة خايفة ومتوترة لانها تعرف ان الموضوع هالمرة مو مثل كل مرة. نرجع لمشهد المطعم، كريم يقعد ويقول الفريدة وهو مرتاح، يقول لها حبيت شغل المطعم كلش عجبني. وهنا يدخل الخال فاضل عليهم ويقعد وياهم ويطلع فلوس من جيبه وينطيها الكريم ويقول له هاك جبت لك فلوسك بس مو كاملات، بعد اسبوع اجيبهن كلهن. وكريم يتفاجئ ويسيله ويقول له شلون اخذتهن؟ والخال يجاوبه بثقه ويقول له قلت لك ارجعهن يعني ارجعهن. وفريده تتاثر من موقف الخال وتقول له الله يديمك لنا ويخليه خيمه فوق راس بيتنا. وهنا كريم ياخذ الفلوس وينطيها لفريده حتى تشغلها بالمطعم. فريده تدعي له وتفرح بموقفه اتجاهها. وهذا المشهد يبين ترابط عائله الخال وقوتهم بعد كل المعاناه اللي مروا بيها، خصوصا بعد ما حمديه اذتهم وابتعدت عنهم بسبب سعدي. نرجع المشهد ثاني، محمد جالس وحده ويفكر بينه وبين نفسه ويقول اوف ايش قد حلوه حمامه، شلون اخليها تحبني. واضح انه محمد بدا يتعلق بحمديه بشكل خطير، وبعدها يقرر يسوي شيء جريء. وبنص الليل محمد يروح لغرفه حمديه ويفتح الباب بهدوء، يشوف حمديه نايمه ويوقف يباوع لها فتره، لكن بالنهايه يطلع من الغرفه بدون ما يسوي اي شيء. ويبقى الصراع داخل قلبه بين الحب والخوف من اللي ممكن يصير لو احد كشفه. نروح البيت ابو فرحان، حمديه قاعده ويا النسوان وبيبي ام فرحان قاعده تمدح بيها قدام النسوان القريه وتقول هاي البنيه ذهب مؤدبه وطيبه وما شفنا منها الا كل خير. والنسوان يوافقنها ويصيرن يحجن عن اخلاق حمديه. وبهذا الوقت يدخل ابو محمد ويصيح حمديه ويقول لها حمامه تعالي شوي يمي. حمديه تستاذن من بيبي وتطلع ويا وابو محمد يطلعون للحديقه، وفجاه تشوف سعدي ابو ستار واقف هناك. ابو محمد يقول للحمديه هذا سعدي هو اللي طالب ايدك، ويكمل كلامه ويقولها ما محتاج غير مرة تصون بيته، واني هذا سعدي على كفالتي. حكيت له عنك وقلت له انت بنيه وعدها بنيه وارمله، وهو قال احطها بين عيوني، وهو هم كان متزوج. حمديه تتوتر وتحتار شلون تجاوب وتقول بتردد والله يا عمي انت ايش خليت، هم شايب وهم عنده جهال لازم اداريهم، وهم محلو بس بطرق الاسم. ابو محمد وسعدي ابو الستار يضحكون من كلامها، وابو محمد يقول ولك حمامه سعدي خوز زلمه، واذا قبلت تتزوجيه راح يشبعك سمه. ويكمل ويمدح بيه ويقول سعدي موظف بالتربيه وعنده بيت بقد بيت ابو فرحان، واذا على الجهال تكسبين بيهم اجر. حمديه تبقى محتاره وتقول والله ما ادري خلوني افكر بالموضوع. ابو محمد يلتفت السعدي ويقول له اذا صارت القسمه تخلي حمامه بين عيونك. وسعدي يرد ويقول له بس خلي توافق. بعد ما يرحون ابو محمد وسعدي تبقى حمديه وحدها بالحديقه وتقول بينها وبين نفسها يا حمديه شلون هاي المصيبه، صدق راح تتزوجين هذا وتعوفين سعدي ابن رضا. وتتنهد وتقول والمصيبه هذا هم اسمه سعدي، كل ما اصيح له اتذكر ذاك سعدي. وبقهر تقول اويل عليك يا حمديه، تطلعين من مصيبه وتوقعين بمصيبه اكبر منها. وبالليل ولما حمديه قاعده وحدها وتفكر بالموضوع وتقول بينها وبين نفسها متضايقه، هسه هذا مخبل وشكله مو حلو، شلون اتزوجه؟ يعني اصوم وافطر على بصلايه. وبعدين تتنهد وتقول النوب اسمه سعدي، وين سعدي ذاك؟ وين سعدي هذاك شخصيه وطول وجمال. وتقول هو هذا هم حظك يا حمديه. نروح المشهد الثاني، كريم بعد يوم طويل من الشغل يخلص شغله ويطلع من المحل، لكن بنفس الوقت الشخص اللي راقبه يظل يمشي وراه بالطريق. وكريم يحس انه اكو احد يلاحقه ويراقبه، وفجأة يلتفت لي ورا، لكن الشخص يختفي بسرعة وما يخلي كريم يشوفه. ويبقى السؤال منو هذا الشخص وشنو اللي يريده من كريم. نرجع البيت ابو محمد، حمدية تروح مباشرة لام محمد وتقولها الله يخليك عمه لا تزوجوني لهذا سعدي كان مخبل. وام محمد تحاول تقنعها وتقولها ما يصير يا حمدية، انت لازم تتزوجين، وهاي بنتك اذا كبرت ما حد يسجلها بالمدرسة اذا ما عندها جنسية، يمكن يسجلها باسمه وتطلع لها جنسية وتحافظين على بيتك وعلى بنتك. لكن حمدية تتوسل مرة ثانية وتقولها عمه دخيلك لا تزوجيني. وام محمد تقولها قومي هسه نامي والله كريم والصباح رباح. وفجأة حمدية تصفن شوي وتضحك ضحكة قوية. ام محمد تستغرب وتقول ولك حمامة تخبلتيني، ساعة تبكين ساعة تضحكين. وحمدية ترد وهي تضحك اكو كلمة حلوة يقولها سعدي وردة مالت الله. وبعدين تضحك مرة ثانية وتقول وبعدين يضحك كأنه مخبل
ويبقى واضح انه حمدية محتارة بين عقلها وقلبها. لما ترجع حمدية تلقى محمد قاعد بغرفتها ويهددها ويقول لها اذا تزوجتي سعدي راح اروح اقول له انت ردتي تقشمريني حتى اتزوجك، ولما انا رفضتك رحتي تتزوجيني. وحمدية تقول له محمد انت جاي تحكي، انت بعدك صغير على موضوع الزواج. ويقولها بسيطة شوف ايش راح اسوي. وبهالاثناء يطلع محمد من الغرفة وحمدية تحير شو تسوي وتقعد خايفة. وبعدها يوم محمد يجي على حمدية ويلزم ايده ويقولها ماكو احد لهم مشغولين. وحمدية تقول له محمد روح منا، ويقولها هذا بيتي مو بيتي. وبهالاثناء ام محمد تطلق وتريد تجيب، وابو محمد يجيها يركض ويصيح الحمدية تجيها وتقول له ولك عمه انت بعدك بشهر السابع. وابو محمد يقولها بدون هاللغوة خلينا نشيلها. كريم هنا يقول الفريدة لو حمدية ويانا كان قد حلو. وهنا فريدة ينفتح جرحها من جديد وتتذكر ايام حمدية. نرجع البيت ابو محمد. هنا محمد يدق الباب على غرفة حمدية وحمدية تقول له شو تريد ويقولها بس فتح الباب عندي حكي وياك ما اطول. وحمدية تقول له احكي شو تريد ما افتح لك الباب. ويقولها بس فتحي اعتذر منك. وهنا محمد يفوت ويقولها لا تتزوجين انا احبك واموت عليك واذا تزوجتي انا راح اموت. وحمدية هنا تقول له اطلع لا احد يشوفنا. وحمدية تعصب على محمد وتطرده من الغرفة وبعدها تظل تبكي. هنا ام محمد ترجع من المستشفى والاطفال الصغار يسالونها ويقولوا لها وين اختنا الصغيرة. وام محمد تقول لهم اختكم بالخدج لان اجت قبل موعدها. وهنا حمدية بعد ما راحت ام محمد تصيح لابو محمد وتقول له انا موافقة على الزواج. وهنا تنتهي الحلقة 25 من مسلسل حمدية.